على رأي مثل اللي معاه جون محيره يجيب سر ويشيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناتكم وقناة يوتيوب تيم. أهلا بيكم معانا النهاردة في خبر جديد على الماشي. بيقول لك يا سيدي في سر خطير هو اللي خلى الزمالك يغلب ويفوز ويتغلب على بيراميدز في المباراة الأخيرة 4-3 بركلات الترجيح. طب إيه هو السر الخطير؟ أنت عرفته؟ لا معرفتوش. طب يلا تعالى أقوله لك، بس المهم لو أول مرة تشوف القناة تشترك فيها وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري في عالم كرة القدم، وخاصة فريق الأهلي. وكمان لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير علشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. يلا بينا بقى نعرف السر عشان أنا شخصيا متحمسة إن أنا أعرفه. بيقولك كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك سر فوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في دور نصف نهائي كأس مصر أمس الأربعاء. وأوضح عبد الواحد أن العدالة وراء فوز العدالة وأوضح عبد الواحد أن العدالة وراء فوز فريق الزمالك على حساب نظيره بيراميدز والتأهل إلى نهائي كأس مصر. وأكد عبد الواحد عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن هناك العديد من المشاكل التي واجهته، ولكنه تعامل بعيدا عن الإعلام، وتم الاتفاق على بعض الخطوات لوضع نظام ثابت داخل الفريق. أشار أيضا إلى أن معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني قال للاعبيه قبل اللقاء: أريد منكم لاعبين يشبهون جماهير النادي. لا والله، هو ده السر؟ طب كنت فين من زمان؟ ووجه عبد الواحد الشكر للاعبي الزمالك الذين قدموا ما عليهم في المباراة وبذلوا كل ما لديهم. طب ما تقولوا كده كل مباراة. المهم هو ده السر. والله زي ما بقول لك، المهم لو الفيديو عجبك اعمل لايك، ما تنساش واعمل شير كمان عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين، واشترك في القناة لو اول مرة تشوفها وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري عن كرة القدم. كنتم مع توب تيم.